عليكم البنات، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله نقدم معكم هاد لاطارت هادي. هاد لاطارت راه كلاصي بالكراميل. انا قديتها غير على حساب ولدي عنده عيد الميلاد صافي، ومنها هي هذيك من طارت من حليوه هكذا عيد الميلاد كفكره. الى عجبتكم بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه والمراحل. بالنسبه للكيك ولا لا جينواز، عندي هنايا نص كاس ديال السكر سنيده، واحد كاس لاروب ديال الطحين، وكاس ديال نص كاس ديال الحليب. هادو راه غير واحد الفتيوته د الشكلاط ضروري هنايا صافي. وعندي هنا واحد نص كاس ديال المكسرات اللي عندكم. انا خلطت هنا بين الكركاع وشويه د اللوز وشويه ديال داك الكركاع الطويل صافي. بالنسبه للشكلاط عندي 100 غرام الشكلاط مع 2 معالق ديال الزبده. غندوب هاد الشكلاط هذا مع الزبده في البان ماغي ونتلاقاو. دوبت داك الشكلاط مع الزبده، غنزيد هنايا السكر. هاد الجينواز هادي ماشي جينواز، هي راه كتجي بحال البراونيز، بحال شكل البراونيز، كتجي معلفه شويه من داخل صافي. غنزيد الحليب، نص كاس تا هو د الحليب. ولا دابا بحال اوري نسيت البنات ما قلتلكمش واحد البيضه، نزيدو بيضه صافي. وكنبدا كنضيف داك الدقيق ديالي مع دوك المكسرات اللي عندي. بالنسبه للمكسرات راه كما قلت لكم اي حاجه عندكم متوفره تقدروا تستعملوها. راه ما رميتش البيض في الاول، رميت الحليب والسكر باش يبردوا لي هذا الخليط، عاد رميت البيضه صافي. دابا كنبدا نزيد داك الدقيق شويه بشويه، وفي الاخير غنزيد واحد تقريبا واحد 3 غرام ديال الخميره الكيماويه. اللي مبغاش يستعملها بلاش، غير باش يجي شويه داك البراونيز ديالنا مفشفش. جبت هذا الخلاط هذا الصغيور باش نخلط مزيان. وهاد البراونيز هذا راه ما كيبغيش طياب بزاف، كندخلوه شويه ما كاملاش حتى 10 دقائق كيكون واجد. صافي دابا غندخلو هاد الجينواز ديالنا الطيب. كما قلت لكم غير واحد 10 دقائق كتكون واجده. دابا قطعت داك الكيك ديالي، انا قطعته هكذا دائري ووجدت السيرو. بالنسبه للسيرو كنعمل ديما الليمون، كتجي واحد النكهه ديال الليمون زوينه في الكيك. الليمون ولا الحامض؟ اللي كان المهم نعمل دابا تقريبا حامض ليمونه مع نص كاس السكر صافي. ونسقي بهم هاد الكيك مزيان تيشرب، وندوز باش نوجد الطبقه الثانيه. بالنسبه للطبقه الثانيه عملت هنا واحد 200 غرام ديال الشكلاط الابيض، وعملت معاه واحد 2 معالق كبار ديال الكركاع، وواحد 3 معالق ديال الفيوسين كبار صافي. نخلط مزيان. هذه هي الطبقه المقرشه اللي غنعملوها من الفوق. ما نديرش البخاليني حيت الشكلاط الابيض كيتواتى مع الكراميل. دابا راه كنقاد هذيك الطبقه الثانيه صافي، وغنخليها ندخل المجمد غير واحد شويه على ما نوجد الطبقه الثالثه اللي فيها لا كريم شونتيي مع لا كريم ديال الكراميل.
كما قلت لكم راني عملت كريم شونتيي كيجمد. عندي هنا واحد 2 صفار ديال البيض مع واحد ربع كاس ديال كاس العنبه ديال السكر. نحركو من هذا الشكل تيندمج داك السكر مزيان مع البيض. في هذا الوقت راني عامله الحليب كيدفى، كاس ديال الحليب. صافي تبدل لي داك اللون ديال البيض. كنبدا كنضيف دابا الطحين الحليب غير بشويه. الحليب راه فيضتو كاس باش ما يطيبليش داك البيض. دابا انت فيه كشي على صفيتو. دائما مع التحرك تنكمل داك الحليب اللي عندي. الحليب كما قلت لكم كنضيفوه غير شويه بشويه باش داك البيض ما كيطيبش. صافي بعد ما نكمل هذا الحليب هذا اللي عندي نرد هادشي كله فوق البوطه. تيبدا كيختار واحد شويه، تيبدا كيرجع فوق تيبقى كيسير ونرجع عاد نزيد باقي المكونات. ديت داك الكريمه ديالنا فوق البوطه واحد شويه. عندي هنا واحد 3 ديال الوريقات ديال الجيلاتين عملتهم كيطابو. نعصرهم مزيان صافي ونلوحوهم. الا مبغيتوش تستعملوا الجيلاتين ما تستعملوهاش، غير هي كتعطل شويه باش تجمد. صافي ونزيد واحد شويه ديال لاغوم ديال الكراميل، تقريبا واحد المعلقه. صافي من بعد كنزيد نسلي الكراميل، كنزيد واحد 4 المعالق كبار. كما قلت لكم انا راني صوبت الشونتي كيبرد شويه كيشد في راسو. نصوت تقريبا واحد هاد الكميه هادي ما عبرتهاش باش ما نكذبش عليكم. المهم ديك ربعه الحليب مع الساشيه ديال الساشيه الزرقاء. انا صوبت غير الكريمه الغبره، زيت منها النص ما زملتهاش كلها. المهم فاش طربتها زيت منها النص. صافي نبدا دابا نزيد ديك لاكريم، نزيد عليها هاد لاكريم الاخرى، نحركها غير بشويه. هادي هي الكريمه ديالنا ديال الكراميل، راه ساهله بهاد الخطوات هادي كتنجح. نزيد واحد شويه باش تبدل لي اللون. صافي ودابا نوضي الحلوه نزيد فيها هاد لاكريم هادي وندخلها حتى تجمد مزيان. عاد ندوز باش نوجد الكلاص. دابا كما قلت لكم شويه على 8 عاد نقادو للكلاصاج. بالنسبه للسكر غنصاوبو هنايا كاس السكر تقريبا 150 غرام. نعملو فوق البوطه حتى يرجع كراميل وعاد نجي نكمل. صافي بعد ما داب لي داك السكر كنبدا نزيد نيت. هنايا عندي كاس ديال الماء، غنبدا نزيد غير شويه بشويه. ما بغيتوش نزيد فوق البوطه باش شويه بعدا ينقص لي الحراره ديال الكراميل على هذا الشكل. هو راه كيبدا يحجر شويه ولكن ما تخافوش منه، غيحجر شويه ولكن مع فاش يرجع فوق البوطه يطلق عاوتاني بهذا الشكل. صافي نرجعو فوق البوطه حتى يتطلق ونرجع معاكم. ها هو كما قلت لكم راه بدا كيتطلق
مع السخونيه كيرجع على هذا الشكل. بقى غير شويه نطلقو صافي وها الكراميل ديالنا واجد. من بعد ما داك الكراميل مرجع هانتوما شوفوا كي كيرجع مطلوق. دابا نزيد واحد 2 معالق ديال الجليكوز، واحد 2 معالق كبار ديال الجليكوز. وبالنسبه للجيلاتين راه حاطاه كيدوب، عامله 3 الوريقات ديال الجيلاتين كيدوب. نطلق هاد الجليكوز حتى هو مع هاد الكراميل. وما حد باقي عندي سخون، انا عصرت هاد 3 الوريقات ديال الجيلاتين ها هما صافي. دابا نزيد واحد 2 معالق كبار ديال نيت كراميل وواحد 100 غرام ديال الشكلاط البيض. انا رزت كما قلت لكم 2 معالق ديال نيسلي كراميل وقطعت هنا شويه د الشكلاط البيض. كنبدا نضيف شويه بشويه. الا شفتوه بدا كيبرد هاد الخليط هذا عملوه في بان ماغي باش داك الشكلاط يذوب لنا مزيان. كنضيف الشكلاط غير شويه بشويه صافي. من بعد ما نخلط هادشي مزيان غنحاول نصفيه باش الا كانت شي كويره ديال الكراميل ولا شي حاجه تفيد نخليه كيبرد عاد نخويه على الكاطو ديالنا. انا راه حيت داك ديموليت داك الكاطو ديالنا ها هو راه تشمل، وخليت داك البلاصاج حتى برد. المهم ما بقاش سخون صافي. دابا نبدا نخويه هنايا على هذا الشكل. نحاول نقادو. بغيتو حتى الجناب تقادوهم بالكلاصاج قادوهم، بغيتوهم تخليوهم عاديين خليوهم، كيبقى الاختيار لكم. وبالنسبه للتزيين فكما كنقول لكم ديما راه كيبقى اختياري، تزينوا باش ما بغيتو الشكل اللي بغيتو والحاجه اللي متوفره عندنا في الدار. هي البنات ديك لا طاغت بعد ما خليتها حتى بردات انا زينتها غير واحد التزيين بسيط صافي وكتبت فيها خلاص السميه كما كتشوفوا. غير المهم خليوها تبرد. انا راه خرجتها من المجمد ديريكت، حيت هادو اللي كيكونوا كلاصي خص يخرجوا ديريكت من المجمد للماكله. هانتوما البنات كتجي من داخل كتجي على هذا الشكل كما قلت لكم راه كلاصي. كنتمنى هاد الطريقه هذه تعجبكم. دائما الى عجبكم الفيديو ما تنساوش لي لايك، تشتركوا في القناه، وبالصحه والراحه.